السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الوقت الحالي على قائمة الراحلين المبدئية عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدد من الجلسات مع لجنة الكرة بالقلعة الحمراء من أجل الاستقرار على عدد اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل بدء البحث عن عروض لتسويقها مع نهاية الموسم الجاري. وحدد المدرب السويسري عدد من الأسماء على لجنة الكرة بالقلعة الحمراء للرحيل في الصيف المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وذلك في ظل عدم الحاجة إليهم بالموسم القادم. وأصبح المهاجم الفرنسي أول الراحلين عن صفوف النادي الأهلي، وذلك بعدما أخطر مسؤول القلعة الحمراء وكيله بعدم تمديد عقده مع الفريق القاهري نظرا لتراجع مستواه وعدم ظهوره بالشكل المأمول منذ انضمامه في الصيف الماضي. وبات الدولي التونسي على مقربة بشدة من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بعد استبعاده بشكل كبير من المشاركة في لقاءات القلعة الحمراء الأخيرة وعدم اقتناع المدرب مارسيل كولر بمستواه الفني. ويتجه مسؤول الأهلي بشكل كبير إلى إعارة اللاعب التونسي وليس بيعه نهائيا، وذلك في ظل وجود حالة من الاقتناع بإمكانياته، حيث يحتاج فقط فرصة للمشاركة لإظهار موهبته. وطلب أيضا السويسري مارسيل كولر بشكل رسمي إعارة اللاعب كريم الدبيس الظهير الأيسر الشاب من أجل اكتساب المزيد من الخبرات في الفترة المقبلة، على الرغم من إصابة علي معلول بقطع في وتر إكليليس وغيابه عدة شهور.